تعالوا كده يا جماعه اقول لكم شويه حاجات هتحصل للناس اللي ما بتصليش. اولا كده الصلاه هي تاني ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين، وده يدللك على اهميتها يعني تيجي قبل الصوم والحج وكل ده، وهي اول حاجه هنتحاسب عليها يوم القيامه. ده علماء الاسلام اساسا اختلفوا في امر تارك الصلاه ان هو يعني مسلم ولا كافر، بسبب الحديث الصحيح اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، والحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وتقدر تراجعه يعني. وهقول لكم حاجه بسيطه كده عن تارك الصلاه اول ما بينزل قبره. في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم شاف راجل نايم في قبره، واحد واقف فوقيه ومعاه صخره كبيره جدا، وينزل بالصخره دي على دماغه فبتتفرم حرفيا جمجمته، فينزل عشان يجيب الصخره من تاني ويرجع يلاقي جمجمته رجعت زي ما كانت، فبرضه يعيد نفس الكره عليها. فلاي حد مش بيصلي او بقى ربنا هيهديني ان شاء الله وهبقى اصلي، عايز اقول لكم ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ربنا يهدينا جميعا.